أنا بفعل بيت لك ولأسرتك، وبفعل لك يعني السكن اللي هوني أصلا تعبان من حكاية الإيجارات كنتو، وعندي المرض هذا كنتو أنهار بالذات بآخر لحظة برمضان. كانوا يقولوا عندي ناس يسألوني فلوس وتحصل مشاكل. فبعدين الكوري لما جاء قال أنا بعمل سكن لك ولأسرتك وبعمل لك مصدر دخل بحيث إنه ما يكونش زي الآن. أنا عندي هواية للخياطة، فقال أنا بجيب لك مصدر دخل تكوني تشتغلي بالخياطة، عبارة بس عن يعني بس كذا كهواية، مارس هوايتي فقط مش مصدر دخل. مش مغصوبة تصرفي ولا أيوة. وبسافر أختك لدبي أعالجه، بشوف عيني وكذا وأعالجه. قلتوني لو بتزوج وبتعيش حياة يعني أسرتي تمام عادي بتزوج. أمامك خوالك؟ خالي هو اللي كان، هو خالي اللي مقابله هو اللي تكلم مع خالي يعني، وحضر برمضان ويصلي قلتولك وصائم وفطر عندنا لما جاب يخطب، وخالي موجود وابن خالي وجدتي وجاوا يستقبل طيبة للآن عادي طبيعي. بعدين أني لأنني بحكم أنني مانيش فاهم بالقانون، كانت بس حياتي بس خياطة وبيت وكذا، ما كنتش عارف إنه الأجنبي لازم له معاملات مدري إيش. لما عرفت إنه في معاملات يعني كانت معاملات بس بسيطة وإجراءات مانيش فاهم بها أصلاً. إيش الإجراءات تقريباً؟ هي طلع إنه لازم موافقة من وزارة الداخلية والخارجية والعدل وكذا. الجنسية اليمنية صح؟ لا. وهو كان يقول إنه بتجيله الجنسية بعد حوالي شهرين كذا من زواجتي. طبعاً تتكلمي على قبل كم سنة تقريباً؟ سنة ونص. سنة ونص؟ أيوة. 2023 تقريباً؟ 2023 تزوجت. لا أيوة 2023 بدايته. كملي. بعدين قلت لك قال لي إنه أول شيء لما تزوجته جاب أسرتي لعندنا البيت، لأنه مش قادر يتحمل إيجارته وبيته كبيرة. جاب أسرتي لعندنا البيت وتمام كل شيء أول شيء. بعدين قال لي إنه متأزم بيعي لي حقك المكائن والمحل، عاد أنا وضعي صعب وعلى بال ما تخرج فلوسي من المحكمة التجارية. ولما أنا تزوجته كمان بالأصل راح لمحكمة بيت بوس وفعل وكالة بمحكمة بيت بوس لواحد بتاع المدينة يعقد. عشان يعقد؟ أيوة عشان العقد. ليش؟ علشان أبيه هناك. لأنه ممنوع. طبعا هذا كمان تعتبر توعية للمواطنين إنه أولا بس عشان الإجراءات. قلت لي أولا ضروري تصريح من وزارة الداخلية، هذا طبعا عرفت أنت بعد. أيوة أنا بعدين إيش كمان المفروض؟ أول شيء تروحي الهجرة والجوازات تفعلي طلب الموافقة. حلو. وبعدين تروحي لوزارة العدل. وبعدين ترجعي إلى وزارة أول شيء الهجرة والجوازات، بعدين الداخلية، وبعدين وزارة العدل. والخارجية ما لهاش علاقة؟ الخارجية آخر شيء بعد ما يتم العقد تروحي توقعي هناك. يعني هذه الإجراءات بس عشان لو في بنات يشوفونا أيوة. متزوجات من أجنبي بس يعرفوا إيش الإجراء. يعني الموضوع مش زي الوضع العادي، الوضع هنا خاص لازم تاخذي تصاريح من اكثر من جهه. ايوه مش وهذا برضه لحمايه البنت على فكره، وعشان تحفظي حقوقك انه تعرفي من هذا الشخص. اكيد الجواز بالهجره بيسالوا هناك عليه قضايا عليه شيء بعدين بيقرروا صح؟ لانه يمر بمراحل كثيره. حلو. هذا لمصلحه البنت نفسها مش من قد زوجته. ايوه. يعني احيانا يكونوا ناس مقربين او مافيا او ياخذون يتاجروا بعضين او تجاره بشر او فهذا من مصلحه البنت في حال انك قررتي تتزوجي اجنبي انه تاخذي هذه الاجراءات عشان تحمي نفسك. كيف لو سمحتي انه لما تفكر تتزوج واحد اجنبي لازم يا يكون عايش باليمن يا عنده اهله باليمن وهو كامل، لانه اي اجنبي لما جيتوا على الموافقات يعني وكذا الحاجات حصلتوا نسوان متزوجات من اجانب مصري عراقي مش زي ماني كوري عادوا اخاس. بس انه لما هو كمان لما يعامل اكتشفت انه في عملوا لنا الموافقات بس حياتهم مره بشعه برضه. فمن الافضل ان هي تتزوج واحد معروف، مش ضروري تتزوج اجنبي. ما حنصت سبحان الله هو نصيب طبعا. أيوة. من الناس الذي للامانه ما يعني مش داخل حياتي الشخصيه، بس يعني الافضل يمني ابن بيئتي بنفس التقاليد نفس العادات نفس البيئه. الله يكرم العرب كلهم ويكرم البشر كلهم، يعني بس بتجي ثقافة أخرى، بتجي عادات وتقاليد أخرى، بيحصل شوية تصادم أو اختلافات أو على أشياء بسيطة، فبيكون أصلا واحد لغته أخرى جنسيته أصلا بعيدة عني تماما،
ثقافتهم حتى اكلهم شربهم مختلف عننا. طيب خلص لحد الان حلو وقا وعقاد وامورنا طيبه، ايش اللي تحصل بعدين يا شذا؟ بس بعتوا له بعد ما بعتوا له المكائن والمحل وكل شيء، بعد بحوالي اسبوعين او 3 اسابيع انا طلعت حامل. طلب مني اسقط الجنين. طب بالبدايه كانت طبيعي التعامل الحلو بالبدايه زواج؟ ايوه، حتى انه ما قاليش لا تخلفيش، عادي ما تكلمش ابدا. كان في نقطه انه كان يقول لي بخطب والعقد والخلفه تكون بمصر، بس بعدين بعد ما خطب وعقد رجع قال لي خلاص انا اشتقت تجي الى البيت عندي 3 ايام وبعدين ترجعي تروحي بيتكم. قلت له لا